السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في حل اختبارات شهر أكتوبر من كتاب المعاصر. لو هنيجي نتكلم عن اختبار رقم 1، أول سؤال بيقول اختار الإجابة الصحيحة إذا كانت إكس بتساوي القيمة المطلقة لسالب 2. طبعا القيمة المطلقة لسالب 2 هي 2، وواي بتساوي سالب 3. هو طالب ايه؟ طالب اكس في واي، يعني هضرب 2 في سالب 3 يديني سالب 6، فالاجابه هتكون سالب 6. رقم 2، اي بما يلي حدان جبريان متشابهان. يعني ايه؟ يكون هو نفس الحرف ويكون هو نفس الاس، فالاجابه هتكون ج. رقم 3 بيقول إذا زاد سعر بنطلون من 400 ل 480 فما معدل الزيادة؟ يبقى أنا هطرح ال 480 من 480 ناقص 400 هيديني 80. هقسم ال 80 دي على السعر الأساسي اللي هو ال 400، 80 على 400 في 100 هتديني كام؟ هتديني 20%. رقم 4 سؤال ممتاز. رقم 4 ممتاز. بيقول إذا كان 3 أمثال عدد، يعني عدد ضربناه في 3 اداني ايه؟ 18. طبعا العدد هو 6. طب احلها ازاي؟ هقول له والله 3 اكس بتساوي 18. 3 امثال العدد ده مش عارف، 3 اكس بتساوي 18 يبقى الاكس هتساوي 6 بعد ما قسمت هنا على 3 وقسمت هنا على 3. طيب هو طالب ايه؟ فإن تلت هذا العدد، عايز تلت العدد، يعني الاكس دي اضربها في تلت، يبقى تلت اكس هتساوي تلت في 6 اللي هي هتطلع بكام؟ ب 2. الإجابة هتكون 2. رقم 5 بيقول إذا كان الطول في الرسم 8 سم والطول الحقيقي 320 كيلو فما مقياس الرسم؟ طبعا احنا عارفين ان مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي، اللي هو هيساوي الطول في الرسم كام؟ 8 على 320 كيلو. 320 كيلو عايز اخليها سنتي، يعني هضربها في 100,000، هزود 5 اصفار. فالاجابه هتكون تطلع معايا ب1 على 4 مليون. تمام؟ فهمناها؟ بالنسبه للسؤال رقم 6 بيقول مثلث النسبة بين أطوال أضلاعه 4 و5 و6، فإذا كان محيطه 30 فما طول أصغر ضلع فيه؟ يبقى المثلث ده فيه ضلع صغير وضلع متوسط وضلع كبير. طيب طبعا الصغير هيكون 4 والمتوسط هيكون 5 والكبير هيكون 6، يبقى هنا المجموع اجمعهم 4 و5، 9 زائد 6 يديني كام؟ 15. طيب هو عايز مين؟ عايز الصغير، يبقى انا هقول له اكس. طب هو مديني المحيط كله بكام اللي هو بتاع المجموع؟ مدوني ب 30 بس يا شباب. يبقى انا هقول له ايه؟ والله ان اكس فيه 15 بتساوي 4 في 30، هعمل المقص هنا، يبقى كده الاكس هتساوي 4 في 30 على ال 15 هتطلع ب 8، فالإجابة هتكون 8. السؤال اللي بعده من شكل فين المقابل أوجد إكس وواي وزد. طيب رقم 1 أنت عايز إكس، حاضر، يبقى إكس هتساوي، أفتح قوس مجموع، الإكس هتساوي 1 و2 و4 و5، 1 و2 و4 و5. الواي هتساوي ألم الواي أهي عندي 4 و1 و3 و6، 4
1 3 6. زد هتساوي 1 2 3 7. 1 2 3 7. طيب ادينا جبنا اول مطلوب. رقم 2 بيقول لي اكس تقاطع واي تقاطع زد. هم كلهم متقاطعين فين؟ الاكس مع الواي مع الزد كلهم متقاطعين في مين؟ بص كده في الواحد، يبقى هتساوي 1. طيب رقم 3 بيقول ايه؟ اكس تقاطع واي اتحاد زد. طب انا اجيب الاول واي اتحاد زد. واي اتحاد زد بيتحدوا فين؟ اهو ادي واي اتحاد زد كله. الاكس بقى بتقاطعهم في مين؟ الاكس هتكون بتقاطعهم في الاثنين والواحد والاربعه، يبقى دي هتساوي 2 و1 و4. باستخدام خاصيه التوزيع اوجد قيمه. لو اجي اتكلم عن رقم 1، مين الرقم اللي متشابه هنا؟ مين 6 على 37 مضروب في كله، يبقى انا هقول 6 على 37 وافتح قوس. اتبقى هنا 7 زائد اتبقى هنا 5 اتبقى هنا سالب 11، يبقى دي هتساوي 6 على 37 في 7 زائد 5 12 ناقص 11 يديني 1، يبقى 6 على 37 في 1 دي هتطلع بكام؟ تطلع ب 6 على 37. رقم 2 بتقول 101 في سالب 14. هستخدم خاصيه التوزيع. طب هوزع مين يا مستر؟ هوزع ال 101 يا بابا، يعني هكتب كده سالب 14 في وافتح قوس، مش ال 101 دي اللي هي 100 زائد 1، انا كده وزعت ال 101 خليتها 100 زائد 1. بعد كده اعمل ايه؟ اضرب السالب 14 هنا واضرب السالب 14 هنا. سالب 14 في 100 هيديني سالب 1400. سالب 14 في 1 يديني سالب 14. اعمل دول على الاله هتديني في الاخر سالب 1414. الاختبار الثاني بيقول ناتج جمع المقدارين. هجمع المقدارين، اجمع الحروف مع بعضيها. 5ب زائد 5ب ناقص 3ب هيديني 2ب. سالب 3a زائد 5a هيديني موجب 2a. فأي واحدة فيها 2a زائد 2b الإجابة هتكون ب. فيها الشكل المقابل يوضح مقياس رسم الخريطة، فإذا كان المسافة بين المدينتين على هذه الخريطة هي 3.5. لو خدت بالك إن كل سنتي ب 30، كل سنتي ب 30، يبقى هادي السنتيمتر وادي هنا الكيلو متر، الواحد سنتي ب 30. طب هو عايز ايه؟ بيقول لك إذا كانت المسافة بين المدينتين على هذه الخريطة 3.5 سم، يعني هكتب ال 3.5 دي في السنتي ولا في الكيلو؟ لا يا مستر هكتبها في السنتي، برافو يا واد. يبقى هنا اكس، أنا عايز قيمة الاكس، اكس في 1 يبقى الاكس هتساوي 3.5 في 30. 3.5 في 30 على الواحد اللي هي هتطلع بكام؟ 35 هتطلع ب 105. تطلع ب 105، وطبعا دي الاكس عند الكيلو يبقى هنا هكتب كيلو. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول إذا كانت A بتساوي 5 و7 فما عدد المجموعات؟ طبعا قانون العدد بتاع المجموعات 2 أس إكس. دول عددهم كام؟ 2. 2 أس 2 اللي هي بكام؟ بتساوي 4، فالإجابة هتكون 4. رقم 4 بيقول إذا كان سعر الثلاجة 12000 جنيه وتم عمل معدل تخفيض، فاحنا دلوقتي عايز بيقول فما سعر الثلاجة بالجنيه بعد التخفيض. طيب يبقى أنا هجيب إيه؟ قيمة الخصم. هو كده هيتخصم قد إيه؟ هنشوف. هضرب 12000 في النسبة المئوية اللي عندي اللي هي 15
في المية هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1800. يبقى قيمة الخصم كام؟ 1800. طب السعر بعد الخصم؟ بعد الخصم هطرح بقى ده من ال 1800. 12000 ناقص 1800 تطلع معايا ب 10200. رقم 5 بيقول ايه يا شباب؟ بيقول 3 على 9 بتساوي 8 على اكس زائد الاربعه. فاحنا دلوقتي عايز قيمه الاكس. طيب نعمل المقص. يبقى كده اكس زائد الاربعه هتساوي 8 في 9 على 3. 8 في 9 على 3 هتساوي كام؟ 72 على 3 تطلع ب 24. طيب يعني كده ان اكس زائد الاربعه ب 24. اودي الاربعه عكس الاشاره يبقى الاكس هتساوي 24 ناقص الاربعه هتطلع بكام؟ 20. برافو. بالنسبه لرقم 6 بيقول لي المعكوس الضربي للعدد سالب 2 و1 على 3. رقم 6 سالب 2 و1 على 3. عندي 3 في 6. 6 زائد 1 هيديني سالب 7 على 3. طب سالب 7 على 3 لما اجي اعملها المعكوس الضربي اعمل ايه؟ سالب 3 على 7. يبقى كده معكوس الضرب هيكون سالب 3 على 7 اللي هي الاجابه ج. طيب السؤال الثاني بيقول اوجد التعبير الرياضي الذي يعبر عن محيط المستطيل المقابل في ابسط صوره ثم اوجد القيمه العدديه للمحيط. طيب طبعا المحيط اللي هو البريمتر البي بتساوي المحيط بتساوي ايه؟ الطول زائد العرض في 2. يبقى 2 اكس زائد 1 ده الطول زائد العرض اللي هو زائد 3 واي في 2. طبعا هضرب الاثنين هنا وهضرب الاثنين هنا وهضرب الاثنين هنا. 2 في 2 اكس تطلع ب 4 اكس. 2 في 1 يديني 2. 2 في 3 واي يديني 6 واي. دي كده الايه؟ ابسط صوره. بعد كده بيقول لي اوجد القيمه العدديه للمحيط لما الواي ب 2 والاكس ب 4. يبقى انا هشيل الاكس واحط مكانها 4 والواي هشيلها واحط مكانها 2. يبقى 4 في اكس اللي هي ب 4 زائد 2 زائد 6 في واي اللي هي ب 2. 4 في 4 يا مستر ب 16 زائد 2 زائد 12 هتطلع بكام يا؟ هتطلع بكام يا؟ ب 30. اشترك عمر ونادر وشريف. يبقى انا عندي 3 اسماء عمر ونادر وشريف. وطبعا عندي مين اللي بتنساه دايما؟ المجموع. جدع المجموع. طيب عمر دفع كام؟ 450,000. ادي 450,000. نادر دفع كام؟ دفع 250,000. ها شريف دفع كام؟ والله يا مستر دفع 300,000. دي عيال اغنياء دي ولا ايه؟ المجموع اجمع الكلام ده هيطلع بكام؟ هيطلع بمليون. طيب وفي نهايه العام بلغ صافي الربح 80,000. يبقى ده 80,000. طيب احسب ارباح كل واحد فيهم. طب وانا عارف ده ربح كام ده يبقى هنا اكس هنا واي هنا زد وادي النسبه الاساسيه بتاعتي يا شباب. طيب عايز اجيب اكس اقول له والله الاكس هتطلع بتساوي الاكس مضروبه في مين؟ في مليون. يبقى اكتب المليون تحت. و450,000 في 80,000. 450,000 في 80,000 هتساوي ادي اكس. كذلك الامر مع واي. واي هتساوي نفس الحكايه. ادي الواي هضرب ده في 80,000 على المليون يبقى 250,000 في 80,000 على مليون. هذه الاكس. الزد هتساوي 300,000
في 80,000 على مليون هتطلع ب36,000، وده هيطلع 20,000، وده هيطلع ب24,000. نخش على الاختبار الثالث. الاختبار الثالث بيقول رقم 1 4 اكس ناقص الاثنين بتساوي 8. الأربعة دي مضروبة في القوس، يبقى أقسم عليها هنا وأقسم عليها هنا، ده هيروح عندها هيتبقى القوس اكس ناقص 2 هتساوي 8 على 4 ب 2، هطلع ده بعكس الإشارة يبقى الاكس هتساوي كام؟ 4. فاحنا طلعنا الاكس بكام؟ طلعنا الاكس ب4. هو طالب ايه؟ هو عايز قيمة الاثنين اكس، يعني 2 في 4 اللي هي بكام؟ ب 8. رقم 2 بتقول ما ناتج طرح ده من ده، يعني هقول كده 5 اكس ناقص 2 واي ناقص 8 اكس، وطبعا الناقص لما يخش على ده يخش بموجب يبقى زائد 7 واي. 5 اكس ناقص 8 اكس هيديني سالب 3 اكس، سالب 2 واي زائد 7 واي يديني موجب 5 واي، فالاجابه بتاعتي هتكون سالب 3 اكس و5 واي اللي هي د. رقم 3 إذا كانت A بتساوي 2 و3 و5 فما عدد المجموعات؟ قلنا القانون بتاع عدد المجموعات 2 أس إكس اللي هي هتساوي 2، وعد العدد اللي عندي 1 2 3، 2 أس 3 هعملها على الآلة تطلع ب 8. رقم 4 بيقول إذا انخفض سعر السلعة من 1500 ل 1200 فما معدل التخفيض؟ يبقى أنا دلوقتي السعر الأساسي مين عندي؟ ال 1500، فانا هطرح ال 1500 من ال 1200 هيديني 300، 1500 ناقص 1200 هيديني 300. هقسم ال 300 على السعر الاصلي اللي هو 1500 في 100% اللي هي هتساوي هتطلع ب 20% اللي هي دي. رقم 5 بيقول لي إذا كان الطول يبقى 1 على 10,000 هتساوي اكس على ال 80 متر. 80 متر فيها كام سنتي؟ فيها 100، يعني زود صفرين. هو عايز الاكس، يبقى اكس في ده يبقى الاكس هتساوي 1 في 8000 على ال 100,000 هتطلع بكام يا شباب؟ هتطلع ب 8/10، لأن هتكون 1 في 8000 على 10,000 اللي هي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 8/10 اللي هي الإجابة هتكون د. رقم 6 بيقول إذا كان إكس على 2 بتساوي 48 على 32، إكس على 2 بتساوي 48 على 32 ممكن نحلها عادي، ممكن نجيب آخر دي على ال 16 فيها ال 3 على ال 16 فيها ال 2 يبقى الاكس هتساوي كام؟ 3. رقم 2 بيقول اذا كانت اكس بتساوي 8 و3 وواي بتساوي 1 و3 و5 و8، لو خدت بالك ان الاكس موجوده في الواي يعني الاكس جزئيه من الواي، فلما يجي يقول لي مثلها بشكل فين؟ اعمل دايره كبيره جواها دايره صغيره، الدايره الكبيره دي واي، الدايره الصغيره دي اكس، الواي بكام؟ قصدي الاكس بكام؟ ب 8 و3. طب الواي اللي اتبقى منها الواحد والخمس، كده مثلناها بشكل ايه؟ فين. فلما يطلب مني رقم 1 اكس اتحاد الواي، طبعا لما يجوا يتحدوا هيتحدوا في مين؟ في الكبيره اللي هي الواي، يبقى دي هتطلع بواي اللي هي مين واي؟ اللي هي 1 و3 و5 و8. طب لما جم القطعوا في مين؟ القطعوا في الاكس اللي هي مين؟ اللي هي ب 8 و3. آخر سؤال معانا، وزع رجل مبلغ من المال بين شخصين بحيث كان نصيب الأول نصف نصيب الثاني. يبقى ادي الأول وادي الثاني.
ادي الاول وادي الثاني، دول الاولاني نصف الثاني، يعني لو ده 1 يبقى ده 2 اصول، واحنا ما نعديش الاصول. طيب فاذا كان الفرق بينهما يبقى هنا في الفرق او الفرق، اطرح 2 ناقص 1 يديني 1. فاذا كان الفرق بينهم 600، اوجد بسيط كل منهما، يبقى ده اكس وده واي. اكمل. طبعا دي النسبه بتاعتي، الاكس مضروبه في 1 يبقى الاكس هتساوي 600 في 1 على 1، 600 في 1 على 1، الاكس هتطلع بكام؟ ب 600. قال اهي متفقين. طيب واي الاثنين مضروبه في 600 على 1، 2 في 600 على 1 اللي هي هتكون 1200. وطبعا لما اجي اطرحهم من بعض هيديني فيها 600، يبقى نصيب الاولاني 600 والثاني 1200. الحمد لله خلصنا اختبارات شهر اكتوبر، وربنا يوفقكم ويكرمكم، ودعواتكم كده يعني انا مش عارف اقول لكم ايه بجد.